السلام عليكم. فصبر جميل. الصبر ها هنا ليس استكانة ولا خضوعا أو خنوعا، ليس يأسا من روح الله ولا استسلاما، فلو كان كذلك لأضحى صبرا قبيحا دميما مخجلا. الصبر حتى تعدوا لهم ما استطعتم هو الصبر الجميل. الصبر على بناء ذاتك، على امتلاك قدرتك، على اكتساب اليقين من القوة، ذاك الصبر الجميل. أن تصبر على عنة محتل للأرض مدعوم بحاملات طائرات، بغواصات نووية، بترسانة مال وسلاح أمريكية لا تنفد، وتنخرط في مفاوضات تكبح فيها جماح غضبك رغم قلبك المتقد فقط لحقن نزيف الدم في غزة، لتعود الحياة إلى النازحين في العراء، ذاك صبر جميل. أن تستقبل وزير خارجية بلاد العم سام، ذاك الذي يزور منطقتنا البائسة ليس لمرة ولا اثنتين بل ل9 مرات لم تفقد خلالها الأمل، تضغط لإيصال صوت فلسطين، ذاك صبر جميل. ألا تنخرط إلى سخرية المجاهدين على مواقع تواصل أو إلى مزايدة الظواهر الصوتية أمام الكاميرات، ذاك صبر جميل على من يتشدقون بأن افتحوا الحدود وسنأتي إلى غزة. هؤلاء نسوا أو تناسوا أن غزة بحرها بحرهم. أرسلوا سفنكم، بوارجكم، غواصاتكم، صواريخكم، أغيثوها إن كنتم فاعلين. هؤلاء نسوا أو تناسوا أن أكبر مدن المحتل بموانئه الحربية بعاصمته تطل على ذات البحر الكبير، فعليكم بها. دعونا نتعلم منكم، من جسارتكم وإقدامكم إن كنتم محقين. لكن قضية الأرض لا تنتظر الظواهر الصوتية، هي قضية تنتظر الغد الذي يولد فيه من يلبس الدرع كاملة، يوقد النار شاملة، يسترد الأرض، وذلك